السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وصحة وسعادة. بتمنى يا رب لو الفيديو عجبكم ما تنسونوش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة. النهاردة طبعا جايبه لكم موضوع مهم جدا بخصوص الطيور وخاصة البط، هو مرض التواء الرقبة. ساعات كده تلاقي البطة رقبتها اتعوجت. طيب يا ترى ايه السبب لالتواء الرقبة عند البط؟ انا عن نفسي شخصيا حصل معايا الموضوع ده، وتم معالجة البطة اللي هي حصل لها التواء في الرقبة. طيب الموضوع ده اساسه ايه؟ مرض التواء الرقبة عند البط في الاساس هو عبارة عن فيروس. طب الفيروس ده بيعمل ايه؟ الفيروس ده بيصيب اغلبية الطيور، يعني مثلا زي التواء الرقبة في السمان، او برضو التواء رقبة الدجاج. كل الامراض دي تعتبر فيروسات. طيب برضو في الوز والبط بيقول لك كمان ان الطيور البط بتعتبر من اكتر الطيور المحملة بفيروس التواء الرقبة. تمام. طيب بنسمي فيروس التواء الرقبة ده في البط اسمه علميا نيوكاسل. طيب امتى البط بيتصاب بيه لا قدر الله؟ البط بيتصاب بيه في الفترة اللي هي انتهاء فصل وبداية فصل، زي مثلا انتهاء فصل الصيف ودخول الشتاء، او العكس نهاية الشتاء ودخول فصل الصيف. فده نتيجة تغير المناخ. طيب النيوكاسل ده بيسيب البط. طيب بيؤدي إلى طبعا إن الرقبة بتبقى بتاعة البط معوجة، تبقى الحالة طبعا صعبة، مش عارفة تاكل، مش عارفة تعمل أي حاجة خالص، لأن طبعا احنا عارفين إن راس البط هي بيستفيد، بيعمل بيها بياكل ويشرب، ولازم الحركة بتاعتها تبقى معدولة. طيب بالنسبة أعالج إزاي المرض ده؟ طيب هو المرض ده أصلا أو الفيروس ده هو عبارة عن فيروس بيصيب جهاز المناعة لدى البط. ماشي، بيؤدي إلى التواء الرقبة. طيب هل في علاج للفيروس ده؟ في علاج. أول حاجة لازم ندي حاجة اسمها رافع للمناعة. طب ايه هو رافع المناعة ده؟ حاجة اسمها سيلينيوم مستورد، وطبعا بيفضلوا النوع الإيطالي بيبقى أحسن أو النوع الفرنسي. يبقى بنجيب السيلينيوم ده وبنعمل بناخد منه نص سنتي على لتر مية، وبنروح مدينه للطائر. طب بنديهوله ازاي؟ عن طريق سرنجة بنملاها بالمية ورافع للمناعة. ورافع المناعة ده بنبدأ نقطر في فم الطائر مرتين يوميا. طيب بيقولك كمان ان احنا لازم نضع الثوم والبصل في طعام الطائر. انا لازم اعوض الطائر ده او بمعنى اصح، طالما ان الفيروس ده مرض مناعي لازم اقوي مناعته. طب اقوي مناعته ازاي؟ عن طريق الثوم والبصل. فحط طبعا في العلف او العيش او الرده اللي انا بضيفها له ثوم وبصل، وممكن كمان اضربهم واحطهم في الميه، مفيش مشكله. تمام، بس الاحسن انا احطه على الطعام، وطبيعي ان انا احط السيلينيوم ده على الميه. طيب ده بيعمل على بينشط الجهاز المناعي عند البط، فبالتالي بيقدر يقاوم مرض التواء الرقبة. طيب كمان ان انا المفروض ما اديش مضادات حيوية في الفترة دي. ليه؟ لان المضادات الحيوية هتضعف البط وتخليه مش هيقدر يقاوم المرض خالص.
طيب لو حصل إصابة في طيور البط بالتواء الرقبة، بنقوم أول حاجة بنعزل البطة المصابة، لأن المرض ده مرض معدي، ممكن باقي البط يتأذي. طب أنا بعمل إيه؟ بروح عازلها لوحدها وببدأ أديها العلاج وأزود لها الثوم والبصل كمقوي للمناعة. طب إيه الأعراض اللي بتظهر نتيجة التواء الرقبة دي عند البط؟ ماشي، أول حاجة هنحط الطيور، بيبقى فيه ارتفاع حرارة الجسم، يعني البط هتلاقي حرارته عالية طبعا نتيجة التواء الرقبة. طيب وممكن لا قدر الله يؤدي إلى موته فجأة، فنحاول على قد ما نقدر أول ما نلاحظ إن الطائر أو البطة رقبتها اتلوت على طول تعزليها وتجيبي لها الأدوية بتاعتها. طيب ده بالنسبة لمرض التواء الرقبة. أنا عن نفسي بصراحة كان عندي بطة وفعلا قمت بعزلها وعالجتها، والحمد لله بسم الله ما شاء الله بتاكل مع باقي البط، لأن هو المرض ده يعني ممكن علاجه. وطبعا الوقاية خير من العلاج. لو أنا دايما بحط لهم توم وبصل، بحط ليمون، كل الحاجات دي هتقوي المناعة عند الطيور، بل بالعكس هتقويه وتخليه ان هو يقاوم اي مرض. طبعا كمان مهم جدا ان انا اهتم بالنظافة تحت البط، هنضف تحته على طول، الفرشة بتاعته تبقى جافة، كل الحاجات دي هتخليه ان شاء الله البط ما يتعرضش لأي مرض. يبقى احنا يا حبايبي اهم حاجة الاهتمام بصحة البط واهتمام بالجهاز المناعي عند البط، وذلك عن طريق ان انا بعرضه للشمس، كالسيوم، بديله توم وبصل يقوي الجهاز المناعي. كل الحاجات دي بتأثر تأثير على صحة البط. تغذيته، اعطائه علف، العلف برضه مهم، لو انا هدخل بدايل ممنعش العلف، لان العلف هو البروتين اللي بيساعد على نموه. بتمنى يا رب تكونوا استفدتوا، ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، ولو عندكم اي اسئلة هستنى تكتبولي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.